تحول من رجل سكرجي حشاش إلى جاسوس في نظر الحكومة. السلام عليكم. وصلتنا اليوم سنة 1977 في العاصمة السورية دمشق. بيوم من ذات الأيام بيجي خبر لقوات الأمن إنه لقينا جثة بحرم المدينة الجامعية. رجال الأمن مباشرة بطيروا على مسرح الجريمة، بشوفوا هناك جثة البنت، بياخدوها على الطب الشرعي. بعد الفحص والتدقيق وشافوا الشنطة الموجودة مع البنت، طلعت هاي البنت بنت أكبر الرجال المسؤولين في الدولة، واصلين للنظام للعظم. وأهلها لهاي البنت توعدوا مين هذا اللي عمل ببنتنا هين، وحتى تقرير الطب الشرعي أكد إنه البنت حامل بشهرين. انقلبت الدنيا. مين هذا الشخص اللي بقرب على هاي البنت؟ وهاي البنت يعني كانت بنت بنوت، بس طبعا تعرفت على شاب، وهذا الشاب ضحك عليها وعمل معها علاقة جنسية، وهذا أدى إلى أنه تحبل. رجال الأمن استنفروا، حتى الخبر وصل لحافظ الأسد وقتها بأيامه، واتصل فيهم قالوا بدك تعمل المستحيل لتجيبوا الشخص من تحت الأرض. استنفروا رجال الأمن ومن هون ومن هون. المهم بعد التحقيق والتدقيق اكتشفوا انه قاتل هاي البنت بيكون ابن شخص اخر مسؤول بالحكومة وواصل لأعلى المناصب. لما جابوا هذا الولد واعترف، قال لهم انا بصراحة كان لي علاقة فيها، والعلاقة الجنسية ادت انه تحبل، فانا عشان ما اتورط قررت انه اتخلص منها. وهي بيوم من ذات الايام طالعة من المحاضرة، استدرجت شوي شوي هيك، وبعدين اجيت بالدخن قاش لحت الجرابات اللي كانت لابسيتها وخنقتها فيهم وهربت. شو بدهم يعملوا رجال الامن هلا؟ اذا خبروا ابن المسؤول، اذا خبروا والد البنت المقتوله، بدها تقوم الدنيا وتصير معارك والدم يصير للركب. فنط واحد ضابط من هدول الضباط المرتشين، قال له يا سيدي تعال اقول لك، ليش ما نلبس القضيه لواحد يكون فقير منتوف ومحبوس عنا باحد الدوائر الحكوميه الامنيه؟ قال له في حواليك؟ قال له لا يا سيدي بالوقت الحاضر ما في، بس خليني ادور. المهم بلشوا يدوروا من هون ومن هون ومن هون، استهدوا على فرع امن، فاتوا لهناك على السجن، ولا لاقوا شخص اسمه خالد ابو الريش. هذا الشخص ليش اختاروه؟ لانه هذا الشخص ما له حدا، مقطوع من شجره، طول وقته كان بالشارع مقضيه على سكر وعربد ومشاكل مع الناس، ولما الناس كانت تعطيه مصاري يروح يدخن ويسكر ويحشش بهاي المصاري. اخذوه لعند الضابط. قال له الضابط يا ابو ريش انت شو تهمتك؟ قال له يا سيدي والله ما بعرف صراحه، انا كنت يعني بالشوارع عم بسكر وبحشش وبعمل مشاكل مع الناس، واجت قوه من القوى الامن اخذتني وحبستني. قال له لا 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 يا ابو ريش، انت تهمتك اكبر من هيك بكثير. قال له يا سيدي الله وكيلك، هاي التهمه اللي حطيتوا له اياها. قال له لا 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 لا، تهمتك انت جاسوس. يا سيدي شو جاسوس؟ جاسوس من شان الله، انا ماني جاسوس، اقسم بالله انا سكرجي حشاش شغل نسوان. قال له لا لا لا، المعلومات اللي عندنا بتأكد انك جاسوس وعم تعطي معلومات قيمة لدولة معادية للحكومة السورية. يا سيدي والله مالي على، اسمع يا ابو الريش، التهمة مأكدة عليك مأكدة، وحكمك بالإعدام. قال له يا سيدي شو إعدام؟ قال له بس ليك نحن فينا يعني إن نطلعك منا على أهون سبب. قال له كيف يا سيدي؟ قال له اسمع، في ابن مسؤول كبير بالبلد قاتل بنت مسؤول كبير كمان بهذا البلد، فهمت كيف علي؟ مغتصبة وكانت حامل البنت وقتلها، فبدنا اياك انت تشيل القضيه. قال له يا سيدي شو انا اشيل؟ انا يعني انا من سكرجي لحشاش تحطوا لي انه قاتل ويعدموني؟ قال له لا لا لا، ما في اعدام ولا شيء، نحن راح نسهل لك اياها وراح نعطيك يعني حكم خفيف كثير. وليك زيادة تأكيد راح اتصل لك بأبوه للولد وهو بيحكي لك كل شيء. قال له ماشي. اتصل، اجى أبوه للولد قال له اسمع يا أبو الريش، شوف، بالإضافة إنك ما راح تنسجن إلا كم سنة، راح أعطيك 50,000 ليرة سوري، ووقتها كان الدولار ب3 ليرات، يعني بتعطيك مبلغ كبير. قالوا له اسمع، وبعد ما تطلع من السجن راح نغير لك هويتك ونغير لك اسمك ومواصفاتك وكذا، ونعطيك هاي المصاري وتروح تعيش يعني لولد ولدك راح تغنى. شو موافق؟ قال له يا سيدي والله العظيم انا خايف، خلص خلص بلاها. قال له مش مشكله، خلص انت جاسوس وحكمك اعدام. قال له لا يا سيدي خلص، 1000 كلمة جبان ولا يقولوا ابو الريش خاين يا سيدي. قالوا له شو موافق؟ قال له ايه.
مجبر اخاك لا بطل. قالوا له معناتها ليك جهز حالك، بكره راح ناخذك على مسرح الجريمه على حرم الجامعه وهناك تمثل الجريمه. حكوا له بالتفصيل كيف انقتلت البنت وكيف لازم ابو الريش يعمل. ثاني يوم خبروا اهلها للبنت، طبعا هن من البدايه ما مخبروا البنت انه ابن هذا المسؤول قاتل البنت بنتهم، فحطوا التهمه كلها بابو الريش. قالوا له انه احنا مسكنا القاتل والقاتل بكره في حرم الجامعه بده يمثل الجريمه، وخبروا الصحافه وخبروا التلفزيون وقوات الامن. المهم ثاني يوم حوالي الساعه 12 الظهر راحوا على مسرح الجريمه، والدنيا هناك بعبي الامم الناس هناك. وابو الريش بلش يمثل الجريمه. مقابل لحرم الجامعه في كان سكن الطلاب، سكن الطلاب هذا فيه 5 ادوار، كل دور فيه برندة، وهذا المبنى بسع حوالي 500 600 بنت، فكل برندة فيه حوالي 25 30 بنت على 5 برندات. كانوا هدول البنات واقفين عم بتفرجوا كيف ابو الريش عم بيمثل الجريمه. المهم طلع واحد من هدول الضباط الامن المرتشين، طلع لعندهم قال لهم تعالوا لكم، تعالوا. قالوا له خير. قال لهم شايفين هذا اللي عم بيمثل الجريمه تحت؟ هذا اسمه خالد ابو الريش، هذا هو القاتل الحقيقي اللي قتل رفيقتكم هاي اللي كنتوا تحبوها وكذا. المهم البنات انغاظوا، وهاي اللي تقول يسقط ابو الريش وبدنا اياكم تحكموا عليهم بالاعدام وكذا، وصاروا ينططوا على البرندة هيك، وتوقع البرندة الخامسة مع البنات على البرندة الرابعة، والبرندة الرابعة توقع على البرندة الثالثة، والثالثة والرابعة والخامسة تنزل على الثاني، واخر شيء يوقعوا كلهم على الارض. نزلوا حوالي 150 160 بنت، 50 بنت منهم ماتوا، وحوالي 60 او 50 بنت صابوا اضرار يعني تكسر عظام، وفي كم بنت هيك ما صار لهم شيء. وقتها خربت الدنيا. قالوا له لابو الريش تعال تعال، وخافوا هناك الضباط وقتها تنكشف القصه تبعيتهم، فحطوا له تهمه. قالوا له انت كنت قاتل بنت، هلا انت قاتل 51 بنت، فحكمك بالاعدام. فرجال الضباط هدول فورا اخذوه وعند القاضي، وحتى بوقت المحكمه كان عم بحاكمه. قال له اسمع يا سيدي، ابو الريش عم بيقول له اسمع يا سيدي يا سياده القاضي، انت بعظمه لسانك قلت لي انه انا اذا شلت القضيه رايح تعطيني 50,000 ليرة وتغير اسمي وكذا، وما راح تحكم علي إلا يعني بسجن مخفف. ووقتها أبو الريش يصرخ ويبكي ويا جماعة أنا ما إلي علاقة وكذا. المهم ما ردوا عليه وحكموا عليه بالإعدام. خلال شهر ونص تقريبا كان أبو الريش مسلم روحه للي خلقه. وهاي نهاية قصتنا، وهاي بيحكوا لك يعني قديش في فساد بالدول العربية، إن كان قديم ولا كان جديد. والله يتلطف في العباد ويفرج على أهل غزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.